توكلنا على الله. بسم الله. اليوم إن شاء الله راح نعطيكم الوصفة اللي نعتمد عليها في تحضير البانكيك، على أساس نقدمه في الفطور كلمجة ونستعمله كتير في الحلويات، مثلا لي ترونش دو باتيسري، تورتات، لاباس تاع بعض من الكريمات، يعني كي نقدموها في الكؤوس. يعني الوصفة راح تكون جد بسيطة، ونأكد لكم الوصفة مش من الضروري نحطوا فيها الحليب أو الزبادي، نقدروا نستعملوا حتى الماء. المهم راح ندخلوا في التفاصيل مع الوصفة خطوة بخطوة. حاجة أخرى راح نقدروا حتى نحتفظوا بالبانكيك في المجمد لمدة طويلة، على أساس نحطوا فيه القليل من الخل، راح يكون مادة حافظة. بالنسبة لربات البيوت اللي يكونوا عاملات، يقدروا يستعملوا أي يحضروا الخليط ويخلوه يبات ليلة كاملة في الثلاجة، وفي الصبح يطهوه، ما في مشكل. إن شاء الله الوصفة راح تعجبكم، على أساس جد بسيطة وجد سهلة، وتكون في متناول الجميع، لأن مكوناتها بسيطة مثلها. توكلنا على الله. عندنا 3 بيضات، 5 ملاعق سكر، القليل من الفاني السائلة، قرصة الملح اللي ما لازمش ننسوها. راح نخلطوهم جيدا، من الأحسن نستعملوا الباتور حتى اللون تاعهم يتغير. هنا السكر أنا استعملت السكر العادي. كي نخلطوهم الخليط تاعنا لازم يتغير اللون تاعو بالطريقه هذه. رايحين نبدو نضيفوا له في كاس حليب، الحليب العادي من الاحسن كامل الدسم. بعد ما نضيف الحليب راح نضيف الماء، وهو كاس، والكاس الثاني تاع يعني الكاس تاع الماء راح يكون دافي، اللي راح يعطينا كريمه ما شاء الله. يعني راح تلاحظوها، نقدروا ناكلوها بالملعقه. خلطوه جيدا حتى ينسجموا. بعد ما نسجمو راح نضيفو لهنا، يكون الاختيار زبدة سائلة يعني مذوبة أو زيت. أنا دوما نستعمل زيت الزيتون، دوما مع التحريك المستمر. نبدو نضيفو في الفرينة تاعنا اللي هي الطحين، لابد تكون منخولة كما تلاحظوا. نضيفها على دفعات، ما نضيفهاش دفعة واحدة. بلا ما ننسى الكيس تاع الخميرة اللي من وزن 16 غرام. المنكه تستعملوا المنكه اللي حبيتوه نتوما في الاول. العجين تاعي او الخليط تاعي كي يحضر لابد اني نخليه يرتاح، والمدة الراحة تاعو تكون ما بين 15 دقيقة حتى 12 ساعة في الثلاجة. بعد ما ارتاح سخنا المقلاة وبدينا نطهو بالطريقة هذه. كي تكون الفقاعات راح نقلب البانكيك تاعنا بالطريقة اللي تشوفوا فيها حتى تاخد اللون اللي نحبوه حنا وتكون جاهزة عندنا. بالطريقة هذه نتحصلوا على بانكيك لذيذ وما شاء الله كمية لا بأس بها، بالطبع حسب الحجم اللي تحبوه نتوما. أنا اخترت الحجم المتوسط. أتمنى تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. المزيد من الوصفة